في زيارة تاريخية شهدتها محافظة الدقهلية اليوم، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، والتي بدأ الحلم بتنفيذها منذ أواخر عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كان ذلك عندما وضع الدكتور حسن مصطفى وزير الإسكان آنذاك حجر الأساس للمدينة، لتبقى فكرة لم ترها العين، حتى أتى عام 2017 ليشهد على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بإنشاء المدينة، ويتحول الحلم إلى واقع، ونشهد درة الدلتا بأعيننا اليوم. المنصورة الجديدة هي مدينة تستوعب 700 ألف نسمة، وتضم مشروعات سكنية مختلفة، منها مشروعات للإسكان الاجتماعي من خلال 1392 وحدة سكنية، كما تضم مشروع سكن مصر للطبقة المتوسطة، إلى جانب مشروع جنة مصر للإسكان الفاخر، بالإضافة إلى مشروع الفيلات بإجمالي 2103 وحدات.